واليوم غادي نشارك معكم وصفة مغربية بامتياز اللي هي الحرشة المدفونة بحشوة جد لذيذة بطريقة جد سهلة. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ونخليكم مع المكونات والطريقة. بالنسبة للحشو غادي نحتاجو فيه 200 غرام ديال الكفتة اللي شحرتها من قبل مع شوية الزيت، حبة ديال البصلة نفس الشيء، وواحد 100 غرام ديال السبانخ اللي حتى هي شحرتها من قبل، كتبقى اختياريه ماشي ضروريه. ضفت ليها معلقه كبيره ديال الشحمه اللي حكيتها، واحد شويه ديال الملح والابزار، شويه ديال البابريكا فيمي، اللي ما عندكمش ممكن تستعملوا غير التحميره العاديه. صافي كنخلطهم وكنخليهم على جنب. بالنسبه للعجين غادي نحتاجو فيه 5 كؤوس من السميد المتوسط، معلقه ديال الملح، ملعقه من السكر، وملعقه صغيره من الخميره الفوريه، واحد نصف كأس ديال الزيت. كنبسبسوهم مزيان مزيان بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف ليهم 3 كؤوس من الماء يكون عادي. صافي كنجمع العجين بدون دلك وكنخليه يرتاح واحد المده ديال 5 دقائق. بعد ما كيرتاح غادي نقسموه على زوج، وغادي نسرح النصف واحد المقله تكون صغيره. كنسرح النصف الاول، غادي نعمرو بداك الحشو اللي وجدنا ونحاول نسد عليه بالنصف الثاني. صافي غادي نرشها بشويه ديال السميده، وغادي نقلبها في مقله تكون كبر من هذه. المقله اللي غادي نقلبها فيها عندي فيها 35 سنتيم. صافي غادي نسرحها مزيان ونحطها على نار متوسطه، مع كنبقاو ندوروها مره مره حتى كتحمر، وكنقلبوها على الوجه الثاني بنفس الطريقه. وهذه هي الحرشه ديالنا بعد ما كتكون واجده. بالصحه والراحه.